احلى سلام على الطيبين الغوالي، شلونكم؟ شلون الصحه؟ الاخبار؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وفلوق جديد، واليوم راح اعلم اصدقائي النمساويين اللي هم خطيه من رادوا من عندي مساعده انه نسوي اكل عراقي او عربي، لان حبوا يجربون هاي التجربه. انه قالوا لي اكل يسمونه اكل الانجيل، حسب ما يعني هم يسمونه انه اكل قديم، مو مثل الاكل مال هسه بيتزا وهمبرجر ما اعرف شنو. فقالوا لي هو متقارب على الاكل العربي مالتكم، ونريد من عندك تساعدنا. ويعني هاي الاكلات العربيه العراقيه، حمص بطحينه، الخبز العراقي، يعني هاي الشغلات، هاي الفلافل وهالمواضيع هاي. طبعا مو اني وحدي، وياي مقتلين همينه بس ما اعرف وينها. اولا راح نروح نتسوق. زين، هاي همينه مقتلينه ماكتي ساق هالو. راح نروح اول شي نتسوق. عندنا هنا سوق سوبر ماركت او سوق، هو تقريبا سوق كامل، سوق تركي هو احنا نسميه. زين، عنده كل الشغلات فيفيان هي موجوده كل الشغلات العربيه والاسيويه بيها، والتركيه وغير شغلات اللي الجاليه العربيه والاسيويه ياخذوها. خليكم وياي، لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس واللايك. طبعا منا راح تبلش مغامرتنا. ميت ماين فريند اصدقائي اللي هم من راح، يعني المغامره منا راح تبدا. خلي اشوفكم الاكل شنو هو. طبعا هاي الشغلات اللي راح نطبخها او راح نبلش بيها، لازم نحول هذا الميز شكله يكون شكل ثاني. خليكم وياي. طبعا هذولي خلينا نقول جاي يسوون خبز او عجينه الكيكه او الخبز. طبعا شكل الطحين صار كلش حلو. خوش العجين ها. Platz im elastischen Teig kneten. Sollte jetzt eigentlich noch Wasser und Öl kommen, oder? Ja, ja, das Öl. Hier ist Öl.
طبعا المغامرة بادية وجاي تشوفون هذا كمل العجينة مالته Ja, was تقريبا. mit dem Handballen so draufdrücken. Ja, sehr gut. كمل الخبز راح يصير هذا. Und يصير so عجينة بس نحط بيها حليب نحط بيها مي. هالشي كلش راقي. وهذولي بالمطبخ جاي يسوون جبن. Was macht ihr? Käse. Käse, wie schaut das aus? Oh, mies. Ich bin gespannt, wie das alles ist. Was? Danke. هذول جاي يسوون جبن. طبعا هذا كله بعد هنا واليوم لازم نخلص من عند هذا كله لازم يصير أكل. هذا كله لازم يصير أكل. An Malta, طبعا هذا ما أدري لبن لو جبن. Malta ist viel kleiner. هذول جاي يسوون الخلطات. Schaut sehr schön aus. Danke. Und lecker, glaube ich auch, oder? Ja, ich will es schmeckt gut. Schmeckt gut. بس طبعا ما بقى شيء وراح نخلص يعني مثل ما تشوفون الميز شوي جاي يفرغ. زين شنو رايكم بهذا الخبز سووه؟ شيء كلش حلو وراقي بالسمسم طبعا اكيد. لا تسلق هذا جاي يضحك علي. وهذا التمر خلينا بيشون مثل الجبن او جبن بالكريم صار فشي كلش راقي. وذولي جاي يقطعون الخيار حتى تسوي جاجيك. والجو هسه تشوفون بالمطبخ الجو مشتعل. طبعا احنا هاي بدايات خفيفة. طبعا هاي بدايات خفيفة اللي مثل خلينا نقول لكم خبز الجاجيك حمص بطحينة. هالشغلات بلشوا بيها طلعت برا يعني شوية هوسة جوا مثل ما شفتوا. المطبخ والصالة مسويها من مثل المطبخ. طبعا لازم من في يوم نعلمهم شلون يسوون التشريب شلون يسوون البامية الثريد. الشغلات هاي نعلمهم يجي يوم من الايام لازم نعلمهم. والباكة التحدي مالتنا مال الباكة مال الفيديو اللي قبله موجود ومنتظر التعليقات يوصل 200 حتى اخذ صديقتي واكلها باكة. خليكم وياي تابعونا. طبعا دول بلشوا هسه راح يسوون الخبز اللي احنا نسويه او تقريبا نفس خبزنا. العجين هو اننا خالين بيه نوع من الخضار او البهارات او ما اعرف شنو خالين بيه. هاي القطعة أنا سويتها وهم يبلشون بيها جاي يسووها. ومو عجين بس للتجربة جاي يسوونها. الحمص بطحينة خلص. حمص بطحينة يعني فشي مرتب. طبعا ما شاء الله الميز خلص ما ظل بيه شي صفرناه. هاي مقتلين اعتقد جاي يسوي البرغل wie heißt das Magdi? Also das ist der Couscous. Und wo ist das Burgel? Der Burgel ist oben. Burgel. مقتلين نسميه برغل. Was? بولغور. اسمه برغل هو. طبعا هاي شغلاتنا الحمص بطحينة صفرناها تصفر. ويعني هذا الخبز العراقي الزين شلونه يلفت شي. والنسواننا جاي يسوون خبز العراقي عمي. طبعا جلده والخبز جلد. وهذا شكل الخبز من يصير يعني فد شي راقي شلونه خرافي مو. صفحة هاي بعدها خلينا هاي من يوقفون على الخبز العراقي ويتعاركون عليه. هذا يقول طيب وذاك يقول طيب وانا اريد اكل من عنده والسوالف هاي. Was hast du nicht deine Hand verbrennt? هذا الميز مالتنا اليوم كان اللي ما شاء الله كان مفول وهسه مثل ما تشوفون فارغ ماكو اي قطع عليه وماكو اي شيء عليه. طبعا المكان خالي وعمي
ماكو احد بيكل راحت. ظلينا او ظلينا والله ظليت اني ومقدلينا زين صديقتي منتهين يعني تعبانين. سوينا الحمص بطحينه والشغلات هاي كلها سويناها كلها بالمطبخ. زين طاي الثلاجة متروسة ترس كانت فارغة. حمص بطحينة والغير الحمص فلافل. باكر راح نسوي الخبز العراقي همينه والشغلات الزينة الجاجيك وهكذا الامور. وشلون جو اليوم همينه حلو جو خرافي. زين قلنا نطلع على الطوبة ونسوي لنا شغلة ما صارت. المهم على كل حال هذا نهاية فلوقنا لليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس واللايك وان شاء الله يجيكم فيديو احلى موضوع احلى فلوق احلى. واي موضوع تحبون تسألون عليه او ايش تحبون تسألون عليه كتبوا بالتعليق وانا ان شاء الله بكل لحظة موجود واجاوبكم. سلامي.